السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبهنا. النهاردة فيديو مختلف شوية، فيديو حلو وجميل وسهل كده وسريع. قبل ما نبدأ الفيديو بقى طبعا بنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل جولة سريعة كده في شارع الصناديلي بالجيزة. ده شارع عند ميدان الجيزة كده. شارع فيه كل حاجة، وبحب انزله قوي ايام التخفيضات، بيبقى فيه تخفيضات حلوة قوي يعني على الملابس يعني. هنا في شنط، في توك، في حاجات كتير، شارع متكامل زي ما بيقولوا يعني. طبعا الناس اللي بتسأل احنا بنبقى قافلين الصوت ليه، لان احنا بنبقى قافلين الصوت عشان بيبقى فيه صوت قرآن، فيه صوت اغاني، فده طبعا بيبقى غلط على الفيديو. فبنحاول نغير نخلي الصوت، يعني نخلي الفيديو من غير صوت عشان كده. بيبقى في محلات طبعا زي ما انتوا عارفين بتبقى فاتحة الأغاني بصوت عالي، في محلات بتبقى فاتحة قرآن، فده بيبقى غلط على الفيديو. عشان بس في ناس بتسأل بتقول انتوا ليه مش بتبقى الفيديو من غير صوت؟ فهي دي بس الفكرة يعني. هنا بقى في حاجات، محفظة جلد حلوة قوي جميلة، انا بحب اجيب من الانواع اللي فيها سوسس دي، بتبقى سهلة كده وحلوة. دي كانت تقريبا ب60 جنيه. الشارع بقى مليان ما شاء الله، في كده حاجات كتير حلوة يعني، في كمية ملابس، وفي كمية ملابس أطفال حلوة، وفي تخفيضات حلوة أوي يا جماعة الأيام دي، مش شتوي للصيف يعني. كمان أنا بحب أنزل شارع الصناديلي في رمضان، بيبقى الجو حلو أوي والدنيا في روحانيات كده وحاجات بتبقى حلوة يعني. وبعدين المكان مش بعيد بقى وقريب وكده، فشوفوا في ترنجات كلها عليها عروض، كل الترنجات الأطفال والكبار كله عليه عروض، حتى العبايات عليها عروض. كل التخفيضات دلوقتي يا جماعة حلوة قوي، الناس اللي عايزة تشيل الشتوي للسنة الجاية ممكن تشتري في الوقت ده، حلو قوي يعني. في عبايات سمرة برضو أسعارها حلوة يعني، دي ب250، عشان التخفيضات اللي موجودة الأيام دي جميلة وقماشتها حلوة جدا، عجبتني يعني. في حاجات كتير بقى ما شاء الله، الشارع مليان يعني. أي بنطلون هنا ب75. بصوا كوبايات برضو، في مجات، وفي الأحذية هنا برضو رخيصة يعني، الكوتشي كان ب150 جنيه. في لبس اطفال ترنجات، الترنج ب30 جنيه. هنا طبعا ده الدهب الصيني بقى، العشاق الدهب الصيني يعني. بس يعني ما شاء الله مليان يعني، في كل حاجة، كل حاجة، كل ما تتخيليه هتلاقيه في شارع الصناديل. شارع الصناديلي ده يعني في ميدان الجيزة، سهل اوي ان انت توصلي له يعني. هسيبكم بقى تخشوا كده جولة سريعة كده وتتجولوا بقى في الشارع. بصوا في كل حاجة، في شنط، في أحذية، في يعني ما شاء الله طرح، بحب قوي برضه انزل اجيب الطرح من هنا يعني، الطرح بتبقى جميلة واسعارها حلوة. يا ريت بقى لو سمحتوا ما ننساش اللايك والتعليق الحلو اللي بيشجعنا ان احنا نستمر. الاشتراك بالقناة، ده طبعا بعد اذنكم يعني، لو حابين تشتركوا في القناة يعني. فاحنا بنحاول نغير وبنحاول نجدد وبنحاول نعمل حاجات متنوعة، يا رب تعجبكم. ان شاء الله في فيديوهات تانية هتبقى متنوعة اكتر يعني، بحاول اعمل لكم جولات سريعة كده في الشوارع الموجودة في الجيزة، في اي مكان فيها تخفيضات حلوة. ان شاء الله هنبدأ نعمل فيديوهات برضو تاني كتير. حبيت بس اعمل لكم جولة كده، تشوفوا الاسعار وتشوفوا التخفيضات اللي موجودة دلوقتي، تخفيضات حلوة جدا والاسعار مناسبة جدا. بصوا بقى، انا لما ببقى في شارع الصناديلي، في هنا محل بتاع قهوة اسمه بيت القهوة، لازم اروح اشرب قهوة فيه. بيت البن، لا سوري احنا قلت بيت القهوة، بيت البن. بيت البن ده انا بشرب قهوة واشتري القهوة يعني، لازم يعني. بصراحة القهوة بتاعتهم حلوة جدا والسعر كويس يعني. فعقبال بقى ما بشتري القهوة لازم اشرب كوباية قهوة كده يعني، عشان حسب المزاج بقى. فان شاء الله لما تنزلوا شارع الصناديلي الصناديلي روحوا عند بيت البن، هتعجبكم البن بتاعه حلو قوي يعني بصراحة يعني.
تشربي قهوة وتشتري بن. ان شاء الله باذن الله نكمل معاكم فيديوهات تانية، واسيبكم بقى تاخدوا جولة كده سريعة يعني.